كل سنة وانتي طيبة. امال الصغنون بتاعنا فين؟ بجد مش معقول نبقى جيران والباب في الباب وما اشوفش ابنك الا مرتين من ساعة ما اتولد. وانتي طيبة يا حبيبتي. معلش اول كام شهر دول بيبقوا لخبطة خالص، الدنيا مش متظبطة معايا. هو عموما نايم جوه، تحب ادخل اصحولك تسلمي عليه؟ لا طبعا اوعي تصحيه. وبعدين هو انتي ليه مش منيماه هنا قدامك في اي حتة قدام عينك عشان حتى لو صحي ولا عيط ولا حاجة تسمعيه؟ لا هو بينام في اوضته عادي، بس انا مركبة مونيتور يعني عشان اراقبه لو احتاج اي حاجة او عيط اسمعه على طول. ايه ده يا رايدن ده يا حبيبتي؟ انت عايزه تفهميني ان ابنك من دلوقتي مش بينام معاكي وبينام في اوضته لوحده؟ اه فين المشكله؟ ايه اللي ممكن يحصل؟ اكبر غلط. لازم الطفل كده ينام في حضنك ويشبع من حنانك ومن اهتمامك عشان يطلع حنين عليكي ومش قاسي، وكمان عشان ما يبقاش عنده حرمان عاطفي. ايوه بس انا كنت سمعت من كذا حد انها مش ازمه خالص تقريبا، بالعكس بيقولوا يفضل ان انت تعوديه من الاول في سن صغير. لا طبعا انت تسمعي الكلام اللي بيتقال، اسمعي من حد خبره ومجرب. وبعدين عايزه اقولك ان انت لو ما عملتيش اللي بقولك عليه دلوقتي هتندمي قدام، لانه هيطلع بيعاملك زي الغرباء وكانه ما يعرفكيش. وعموما طبعا انت حره. انا هطلع بقى عشان ما اعطلكيش لو جايلك ضيوف ولا حاجه. ماشي يا حبيبتي، اي وقت تلاقي نفسك فاضيه انزلي اقعدي معايا. انا لو ما كنتش في الشغل هتلاقيني في البيت. اكيد طبعا، وانت كمان لما تلاقي نفسك فاضيه اطلعي لي. معلش اتاخرت عليكي. عايزه اقولك ان انا بجد تعبت عقبال ما لقيت عربيه تجيبني. كل السواقين يجوا في اخر لحظه ويلغوا الطلب وبعدين ارجع اطلب من الاول. اصلا مش عارفه في العيد مفيش عربيات ليه. ايوه انت فعلا اتاخرتي، انا حتى قلت انت مش جايه. قعدت مع جارتي وبعدين كنت قاعده عماله اخلص حاجات في البيت ومع ذلك ما جيتيش. لا ازاي مش هجيلك يعني؟ وبعدين انا تعمدت ان انا اعدي عليكي قبل زحمه الزيارات اللي هتكون عندك. طب ثواني بس هشوفه شكله صحي. ايه ده ايه ده؟ ايه الدلع ده؟ هو اول ما يعيط تقومي تجري عليه؟ طب انت عايزاه نعمل ايه؟ مش فاهمه. حبيبتي الطفل يعيط لثلاث اسباب: جوع، عايز يغير، يا اما ان هو عنده مغص. غير الثلاث حاجات دول مهما عيط ولا زن ولا تعبريه وتروحي له، بعدين يتعود على الشيل والزن. ايوه بس هو ممكن يكون بيعيط عشان خايف او محتاجني جنبه او عايز يحضني ايا كان. بقول لك ايه، انا قديمه اسمعي مني، بلاش بقى الكلام اللهبل ده اللي بيجيب لنا شويه عيال متدلعه ومعقده. فهماكي بس انا مش عارفه اوصل لك وجهه نظري. وبالمناسبه بقى، اوعي تخلي الولد ينام بينك وبين باباه، تبقى اكبر غلطه عملتيها في حياتك. انا ليا واحده صاحبتي ابنها لغايه دلوقتي 7 سنين ومش عارفه تخليه يطلع ينام لوحده في اوضته. واللي اهم من كل ده تفطمي بدري بدري وما تطوليش في الرضاعه، لان الولد كل ما بيكبر بيتعلق بالرضاعه اكتر، فالموضوع بيبقى صعب عليكي وعليه. تمام ان شاء الله هحاول اعمل كده. يلا انا قلت اعدي اعيد عليكي، انا مش هطول بقى عشان تعرفي تستعدي للضيوف اللي جايين لك. طب ما تخليكي يا بنتي، هو انت غريبه؟ الضيوف هيعملوا لك ايه يعني؟ لا ما انا كده كده انا كمان عندي مشاوير. باي باي. تمام مع السلامه. اتفضلي اقعدي يا طنط. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. المامي الجديده. ها قولي لي ايه الاخبار؟ عامله ايه واحساسك ايه اول عيد ليكي وانت مامي؟ بصي يا طنط انا مش عارفه اوصفلك. هو احساس حلو طبعا الحمد لله، بس احيانا كده بحس باحاسيس تانية غريبه يعني، متأيده مش عارفه اتصرف حاجات زي كده. ثواني صحيح، رايدن حبيبتي انت مكمله ترضعي طبيعي صح؟ اوعي تكوني دخلتي صناعي. لا طبيعي الحمد لله، بس بصراحه احيانا بسبب الشغل بضطر ان انا استخدم اكياس حفظ اللبن وبعمل فيها بامبنج. رايدن حبيبتي سيبي شغلك وسيبي كل حاجه وسيبي اي حاجه واخده اهتمامك، واهتمي بس بصحه ابنك واكله. غير كده انت بتضيعي وقتك في الهالك. ايوه يا طنط، ما انا برضو بشتغل علشان ابني مهم. ما انا بحاول ان انا اساعد مع باباه ان انا اوفر له كل احتياجاته، بس طبعا مش بحاول اضره. بعد اذنك يا رايدن بطلي جدال واسمعي اللي انا بقولك عليه. انا مربيه عيل واتنين وتلاته ومرضعه كمان ولاد اختي، اكيد يعني مش هنصحك بحاجه غلط وانا مش مجرباه. فهماكي يا طنط حاضر. ايوه كده. بصي لما بتقولي حاضر بتبقي شاطره ازاي. عموما حبيبتي انا هقوم امشي، وما تنسيش تشيلي كيس اللحمه بتاعك. جوزك كان قايل لي اصلا ان انت رايحه لمامتك، مش عايزه اعطلك. فلسه بدري يا طنط، وبعدين عادي في العيد يعني لو اتاخرت شويه على ماما هروح لها اي وقت براحتي. لا حلو قوي كده. وشوفي بقى انت لو وراكي اي حاجه الحقيقه اعمليها فرصه وهو نايم. يلا سلام. اقعدي يا ماما. مالك يا حبيبتي؟ من ساعه ما سمعت صوتك على التليفون حاساكي متضايقه. ماما انا ما صدقت ان انت تيجي، عايزه اتكلم معاكي في 100 حاجه. انا حاسه ان انا ام فاشله وان انا مش عارفه اعمل اي حاجه صح. بقيت مش عارفه ازاي اتاكد ان انا برضع ابني بشكل سليم. وهل لما يعيط المفروض اجري واشيله واطمن عليه ولا اسيبه وماليش دعوه بيه؟ وهل الصح ان المفروض ان هو ينام في وسطينا انا وباباه ولا ينام في اوضه لوحده ايا كان هو سنه قد ايه؟ انت مش متخيله يا ماما كميه النقد اللي انا باخده من جيراننا واصحابنا وقرايبنا. انا ما بقتش فاهمه مين فينا الصح، هما اللي مركزين معايا زياده عن اللزوم ولا انا فعلا ام فاشله. بصي يا رايدن، خلينا متفقين ان الام الناجحه الشاطره اللي قادره تربي ولادها احسن تربيه وتقف جنبهم وتدعمهم وتحميهم هي الام اللي واثقه من نفسها، ومش اي تعليق او نقد او كلمه توديها وتجيبها، وتكون قادره ان هي تفلتر النقد الايجابي او التعليق اللي هيقدر ان هو يفيدها، وتستبعد التعليق اللي ملوش لازمه وتعمل نفسها مش سامعاه.
خلينا متفقين ان التربية مدارس، في مدرسة الشدة وفي مدرسة اللين واللطف. انا مش مع او ضد اي مدرسة من دول، انا مع ان كل ام تخلق مدرستها الخاصة بيها وتحط المنهج بتاعها والاسس والقواعد والقوانين اللي تتماشى معاها ومع افكارها ومع مبادئها، وطبعا مع طبيعة ابنها او بنتها. المهم ان احنا كلنا نبعد عن محظورات التربية: الضرب، العنف، الشتم، الاهانة، الحرمان من الاحتياجات الاساسية. غير كده الام عندها كل الحرية ان هي تختار اسلوب التربية اللي هي شايفاه ملائم من وجهة نظرها. المهم ان كلنا نحافظ على التواصل الجسدي والعاطفي والفكري مع اولادنا، ويحسوا ان احنا بنحبهم حب غير مشروط ايا كان المرحلة العمرية وفي كل زمان ومكان. ربنا يخليكي ليا يا ماما، عرفتي ان انت كنت اكتر حد انا محتاجة اتكلم معاه. انت الوحيدة اللي تقدري ترجعي لي ثقتي في نفسي.